متخيلين ان اللوك ميك اب ده معمول بالكامل من براند موناه، وهي شركه مصريه 100%. سو ليتس جو. اول حاجه هستخدمها هي الكونسيلر الفول كفرج بتاع مونايا، زي ما انتم شايفين شكله كده. الشيد بتاعتها 105، خطيره لكنسله الهالات يا بنات، وتقدروا تستخدموه ككونسيلر يومي. حلو جدا تحت العين، والفينشنج بتاعه تحفه. هو لونه على اصفر شويه، فحلو جدا لكنسله الهالات والناس اللي ما بتحبش الكونسيلر اللي هو بيبقى ابيض قوي ويبان شكله طبيعي في العين وبيبقى حلو جدا. هشيل بيه كل الحاجات الغامقه عندي اللي في البشره عشان نوحد بيها لون البشره بالشكل ده كده. ان انا اعمل له بلند بقى بالشكل ده كده. بصوا، خفالي الهالات تحت العين واي تصبغات في البشره، عشان لما نيجي نحط الفاونديشن يكون كل الوش درجه واحده وما يأكسدش معانا. فده بيدي فينش حلو جدا في الميك اب. بصوا بالشكل ده، وسهل جدا في الدمج، واحلى حاجه فيه ان هو بيبقى مط جدا تحت العين فينشف على طول وما يعملش اي خطوط تحت العين. حاجه معايا وهي البيرفكت مات ليكويد فاونديشن بتاعهم من مونايا، برضو خطير يا بنات. والشيد برضو بتاعتها شيد 3. بصوا بقى، هنحط 2 بامب هنا كده و2 بامب زيهم، مش كتير، مش عايزه اكتر خالص. حاجه فيه ان هو مكتوب عليه ان هو مات ليكويد، يعني الفينيشنج بتاعه هتلاقوه تحسوه ان هو مات، لكن هو ليكويد جدا، خفيف جدا وسائل جدا في الدمج لما تيجي تدمجيه. واو، لاف ات. وخلاص ان هو وحد لي لون البشره طبعا مع الكونسيلر بتاعهم، الشيد اللي هي على اصفر شويه. يعني مش محتاجه ان انت تحطي بعد كده كونسيلر فاتح، لا، انت بشرتك كلها اتوحدت خلاص مجرد ما حطيتي الفاونديشن، وسلس جدا في الدمج. اصلا الفرق بين الجنب ده والجنب ده خطير للناس اللي بتحب الفاونديشن يكون فاتح كده وشكله برضو ناتشرال على البشره. هستخدم الليكويد بلاش بتاعهم شيد رقم 202. الباكجينج بتاعتهم خطيره وكيوت جدا. بصوا الشيد التحفه دي هتليق معاكي صيف وشتاء، خطيره يا بنات على الوش. بصوا، بيدمج بسهوله وناتشرال جدا على فكره على الوش. حلو قوي تستخدميه بالنهار ويومي، بيرفكتو. نيجي للماجيك تاتش وهي الكومباكت باودر بتاعتهم، وهم مميزين جدا في الكومباكت باودر. حرفيا يا بنات بتكون استيكه على الوش، نظافه، بتدي نظافه للميك اب خطيره. بصوا انا اخترت الشيد الفاتحه، حبيتها اكتر عشان تبرز اكتر جمال اللوكات بتاعتي. شوفوا لي الجمال اللي هيحصل هنا. بصوا كده، بدأنا خلاص، احنا خلاص في فلتر تحت العين خلاص. لسه ما نفضتش الزيادات. بصوا بقى لما اشيل الزيادات كمان. الرينجة بتاعت النهارده وهي باليت الاي شادو الجديده بتاعت مونايا اللي نزلوها، وهي اللي فيها الالوان النود الشتوي الكولكشنز، ومعاها الالوان الشيمري كمان. وحرفيا حتى اللون الاسود حطوه، عشان في باليت كتيره شفتها فيها الوان نود بس ما فيهاش الاسود، وانا اهم حاجه برضو عندي درجه الاسود دي تكون في الباليت. والمرايه طبعا، واحلى حاجه ان فيها مرايه. استخدم افتح لون في البلد واشوف البيجمنتيشن بتاعها، يعني ممكن يا ده يا ده، بس انا حاسه ان ده كمان الافتح. فانا هستخدم اللون الفاتح بتاعها خالص بالشكل ده كده، وهبدا ان انا اعمل او ماي جاد. بصوا 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 التحفه. واو، اميزنج. بصوا البيجمنتيشن بتاع اللون اللي هو المفروض افتح لون. في لون غريب عليا عايزه اجربه، عايزه اشوف شكله عامل ازاي في العين، اللي هو جنب الاسود، اسمه فلك. عايزه اشوف شكله، هو اكيد هيبقى بني غامق، بس انا متحمسه ان انا اشوف شكله. او ماي جاد، ده بقى قلب على اسود كده شويه، بس حلو يعني تغيير، خدنا فكره. واو، انا بقالي سموكي بقى وكده. اوكي ماشي، هنجرب اللون اللي بعد كده، هو اللون الشيمري. او ماي جاد، بصوا الجلو تحفه، خطير. نفس الشيد اللي انا حطيتها احطها هنا كده كهايلايتر. بصوا التحفه. او ماي جاد، لاف ات. الالوان اللي انا استخدمتها فوق في العين هستخدمها برضو تاني تحت كده في العين بالشكل ده، هتفرق معايا وهتوسع اكتر من العين، وشكلها حلو كده كده. يعني انا مش محتاجه كحل مع اللوك ده،
هو اصلا لوحده السواد بتاع الشادو بتاعه خطير. This my final look. I hope you like it. زي ما انتم شايفين كده الحلويات اللي انا شايفاها بالظبط، والمره دي انا مصوره لكم بكاميرا التليفون العاديه، مش مصوره لكم بكاميرا التيك توك، عشان تشوفوا البراند والفينش بتاع البراند منايا كامل على البشره من غير اي فلتر ومن غير اي حاجه خالص، ولا سموث حتى. كده كده كاميرا التليفون العاديه ما فيهاش سموث يعني تنعيم. فزي ما شايفين الفينشنج بتاعها على البشره خطير ازاي يا بنات، كل حاجه تحفه تحفه حرفيا. هسيب لكم طبعا الاكونت بتاع شركه منايا هنا تحت كده، هتلاقوه عشان لو حبيتوا تطلبوا من عندهم البرودكتس بتاعتكم. اسعارهم خطيره يا بنات، تحفه تحفه يعني. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه اكتر، و باي.